سلام حبيباتي، ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم ملاح وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة مملحة اقتصادية سهلة التحضير بمكونات بسيطة. بدون إطالة راح نبدأ مباشرة في طريقة التحضير بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله على بركة الله. درت 350 غرام من لافارين نوعية مليحة، ضفت لها مغرفة من خميرة الخبز، مغرفة من السكر، ومغرفة صغيرة من الملح، وضفت لها تاني 5 غرام من خميرة الحلوى، بيض بيضة، و4 ملاعق من زيت الزيتون. خليت المكونات مليح باش يتجانسوا مع بعضهم. من بعد ضفت هذه المعلقه ديال فروماج بلون والحليب مع الولد، درت 220 غرام او مليلتر من الحليب الدافئ. من بعد ضفت زدت شويه حليب لان العجينه ديالي كان مازال خاصها، دونك خدات لي هذه الكميه ديال لافارين 240 مليلتر من الحليب الدافئ. وانتم بيان سور الحليب ضيفوه تدريجيا حتى تحصلوا على عجينه طريه وتكون تتلصق شويه في اليد. هنا بعد ما عجنتها ضفت لها في الاخير 40 غرام من لا مارغرين او الزبده اللي حتعطي طراوه وريحه هايله للعجينه ديالنا. غطيتها وخليتها تخمر حتى تعرفي الحجم ديالها كما راه موضح قدامكم في الفيديو. من بعد ديغازيتها وجيت نقسمها لكرات متساويه الحجم. هنا نتوما بيان سور تتحكموا في الحجم كيما حبيتوا، انا خديتهم تقريبا كيما الخبيزات ديال البرجر، وانتوما بيان سور كيما حبيتوا. هنا قسمتهم بعد قعدت نلوز فيهم. هنا تاني اذا حبيتوا ديروا لداخل باش تكون صحيه اكثر، ديروا لها زرارة من داخل. العجينه تاني قد ما تكون طريه قد ما تعطيكم نتيجه احسن. هنا الحشو اللي درتو واش كان قاعد لي من الحشو ديال البوراك، هذا الحشو درتو بالكرم، كنت قطعته مع زروديه، كورجات، الدجاج، شويه دجاج، حوالي 4 صدر ديال الدجاج والطرشي ولا فلفل الحار كيما حبيتو. من بعد طيبتهم بعد ما تبلتهم ولا وجدت لهم معجنات، كنت فخسيت بهم البوراك. بعد فضل لي دونك خليته غدوه من داك درت بها هذه المملحه. انا قعدت نفخسي فيهم، وانتم بيان سور ديروا الحشو اللي حبيتو واش قعد لكم، ولا ديروها بالدجاج ولا كيما حبيتو. دونك هنايا قعدت نحل فيهم ونفخسي فيهم. برك هنا ملاحظه تانيت، اذا حبيتوها ما تجيش كيفاش نقولوا، اذا حبيتوها تكون فارغه من الداخل تسلوها رقيقه بزاف. انا هنا كسلتها يعني شويه برك. كملت شكلت كامل الكرات ديالي بنفس الطريقه. كما تقدروا تاني تفخسيهم برك بالضون راح يجوا بنان تانيت. بعد حطيتها في الفرن اللي راح عفوا في المول اللي راح يدخل للفرن او في البلا اللي راح ندخلو للفرن، وخليتها تخمر للمره الثانيه. هنا لازم تخلوها تخمر مليح باش تعطيكم نتيجه جيده. بعد ما خمرت لي وطاف لي الحجم ديالها، مسحتها بصفر بيضة اللي كنت ضفت لها قطرات من الخل. في هذه المملحة ضروري جدا تخمر مليح المرة الثانية. بعد زينتها بالساندويتش ودخلتها للفرن على حرارة 180 درجة ولا الفرن الأقصى درجة كيما حبيتو. خليتها طابت لي وشوفوا كيفاش جات ولا أروع، جات طرية، جات هايلة
وخفيفة تانيت، بصح ما جاتنيش فارغة من الداخل لأنه كيما على بالكم كان ما حليتهاش مليح، خليتها خشينة العجينة ديالي. هنا درت مزيج بين فخوماج بلون فخوماج غابي باش نعطي لهذه المملحة شكل مختلف. درت كمية صغيرة من الداخل، من بعد مسحته على الأطراف هكذا باش يلصق لي هذاك المعدنوس من برا. أنا قطعت المعدنوس ديالي رقيق. أنا كان لحقني المغرب كنت مازال ما وجدتهمش، دونك وليت نشكل فيهم وخلاص كيما يقولوا. المهم نكمل الوصفة. اذا كنتو متحبوش المعدنوس تقدروا ديروهم بالفرماج كيما درتهم فرماج غابي، كي حبيبات درتهم بالفرماج غابي، سينو واش حبيتو. اي فوالا حبيباتي، المملحه ديالنا راهي واجده شكل مختلف. جسبر تعجبكم وتجربوها وتشاركوني آراءكم في التعليقات. ما تنسوش حبيباتي تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم. نقولكم صحة فطوركم، صحة رمضانكم، تقبل الله صيام الجميع. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.